دلوقتي معانا المهندس احمد فاضل، هو اللي بيصنع المكنه اللي احنا بنقول عليها ماكينه فرم قش الرز، او بيسموها قراطه قش الرز. هو طبعا هيكلمنا بالتفصيل عنها، وطبعا هي من صناعته ومن اختراعه، وما شاء الله هنا بقى بالنسبه للمنطقه هنا عامله جو كويس قوي قوي قوي، ومنع ناس كتير من حرق قش الرز والاستفاده منه في تغذيه المواشي. هو هيكمل لنا الموضوع. اتفضل. المكنه دي بيتقال عليها دراسه، بس هو المفهوم غلط. دي بتقص القش، لان القش لو درس مش هينفع يتاكل. دي نظام مقص بيقص القش 2 سم او سم تبع من الزوم يحتاج يقص القش بتاعه، بس هو بيقول عليها دراسه. بتقص زي ما انت عايز ناعم، عاوز خشن، تبع العناصر البهيمه كده من سم ل 3 سم. تمام. دي بتقص عباره عن سكاكين، بتقص اي مخلفات زراعيه، القش الزراعي، الدريس، بس هي معظمها يعني الاساس بتاع القش، احنا مسمينها قش القرص. تمام. وفي منها احجام، بين كل حاجه فيها حاجه. في منها احجام، دي الكبيره دي بتركب على جرار الحرث. وده يعني مكنه موتور بنزين عادي. اتفضل يا صاحبي. مكنه موتور مكنه صغيره، دي للفلاح العادي البسيط على قد مصلحته، بدل ما يولع في القش وبدل ما مثلا يستهلكوا في حاجه مالهاش اي لازمه، بيستهلكوا في عناء البهايم. يعني هي تعتبر مثلا حاجه للاستهلاك الشخصي، يعني للاستهلاك الشخصي. لا واحد مثلا عنده مزرعه صغيره على قد الله ينور. ديت بقى الانتاج. ده بقى الانتاج. في ناس بتلم القش من الغيطان والاراضي والرسل وتكبسه وتبيعه، وما شاء الله ماشي كويس، وكل الناس عايزه تبني دراسه القش اكتر من تبني الغله. تبني القش على المطلوب اكتر من تبني الغله. تمام. دي انتاج ايه؟ ما شاء الله. 3 طن تعتبر 4 اشخاص يشتغلوا، اقل من كده ما تشتغلش. مثلا ما شاء الله كده كويس، مطلوبه قوي ما شاء الله. الناس كده والحمد لله نقدر حرق القش من الغيطان. لا ليه ما شاء الله حاجه. الحمد لله. طبعا يا باشمهندس عبده عشان توضح فيها كل حاجه، يعني هنا لما كل ده بالقفل علشان لو ماشي على الطريق ما تمشيش. وده برضه بالقفل عشان اثناء الشغل واثناء الشغل بنشتغل جرار زراعي. اي جرار زراعي مش حمل مش تقيله، يعني اي جرار كبير صغير بيشتغل. دي اكبر حاجه ديت الحجم الكبير. ايوه. في بقى حجم صغير، وهما 4 انواع، بس تعتبر دول الاشهر انواع، دول اللي بالطلب يعني. شوف كده يا باشمهندس عبده هنا. الدكتور يا باشمهندس ده برضه بس بالنسبه للتقطيع اللي حضرتك قلت عليه، تقطيع القش من سم ل3، بتتحكم فيه بحاجه معينه؟ الطندوره السيره، الطندوره الصغيره بتجيب معايا طاقه زي ما انا عايز. بتعمل معايا بطء في الضرافيل السحب، فتجيب الطاقه زي ما انا عايز. تمام. بس انا بعمل فاكهه بدائيه على طلب الزبون. تمام. او الكبس ممكن يكون عايز يبقى خشن شويه. الاسعار بتبدا ب 6 و 15. 6 7 حلوه بتاخد كده. 15 تبقى رخيصه. الحمد لله على قد ما بقول شغل الحل على قد ما لان طبعا انا شغال نفس اليوتيوب ده خالص.
وقفوا اهوت وانا عشان اقفل الفيديو من هنا. برضه الناس صاحب ده خطر وبنعمل هذه السيدة برضه ما شاء الله. عشان برضه يسوي على ايوه كفايه قوي بس يبقى شغل